ما هو يا يتاكل يا ما يتاكلش. عارفه اما تشمي ريحته كده من اخر الشارع وتفضلي تقولي الله دول عاملينه ازاي؟ هو ده بقى الحواوشي بتاعي اللي بنافس بيه كل المحلات. عارفه اجمل حواوشي هتعمليه وهيسالوكي دايما السر ايه؟ تعالى اقول لك على كل تكاته. النهارده عندنا عزومه حواوشي، تعالى اما افرجك عملت ايه وايه كل المكونات. سمي الله، صلي على رسول الله، وشجعيني باجمل لايك. محتاجه بس حبتين من الطماطم مفيش غيرهم، ومعايا كيلو من البصل، ودول حوالي ربع كيلو فلفل حامي على بارد. انا هعمل 2 كيلو لحمه فحاطه كيلو بصل. حطيت كله على بعضه في الكبه كده وهبتدي افرمهم، بس مش فرم ناعم. نيجي بقى للتكه بتاعت حواوشي اللي عمرك كده ما هتنسي طعمه. ايه هو؟ حته دهنه، حته دهنه، حته ليا. المهم ده اصول الحواوشي يا جماعه، ده اللي بيديله الطعم، بيديله طبعا القوام والريحه وبيحليه جدا. معايا حته منديل بطن كده، قطعت حوالي نص كيلو. ايوه الحواوشي لازم يكون دسم. الدهون دي يا جماعه صحيه ومفيده مش مهدرجه، لكن الاكثار منها طبعا هو اللي مضر. حطيت بقى ال2 كيلو لحمه. خدي بقى التكه التانيه، الخضار اللي انا فرمته في الكبه لازم تديله عصره بالشكل ده. ليه؟ عشان اللحمه ما تفرولش جوه رغيف الحواوشي. حطيت بقى الدهنه. بالنسبه للتوابل، كيسين من بهارات الحواوشي الجاهز. بحط كمان معلقه بابريكا، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه جنزبيل. وخدي احسن تكات للحواوشي طبعا مع الفلفل الاسود والملح، بس كده. وادعي لي بقى على الخلطه البسيطه الجميله دي، حاجه كده تحفه. طبعا ما شاء الله اللحمه كميتها بتزيد، وعايزه اقول لكم يعني اللهم بارك، احنا كان عندنا الرغيفه صغيره شويه، حشينا حوالي 35 رغيف. بالنسبه بقى للشيبسي، اساس كده الحواوشي لازم جنبه شيبسي. بعد ما قطعته كده هتسالوني عن سر القرمشه، عارفه ناس هتعلق عليه. لازم تحطي في ميه النقع ملح وخل وسيبيه بس 10 دقايق، هتاكلي احلى شيبسي وهيقرمش. شايفين بقى العيش الحجم وسط ده بيبقى لذيذ قوي في رغيفه الحواوشي. فتحناه من الجنب كده بمقص وهبتدي احشي. وعلى فكره انا كنت مكتره الحشوه، واللهم بارك رامه معايا كميه، والله ما حد كله في العزومه بتاعت النهارده غير وشكر فيه. شايفين انا مكتره شويه لان جواه دهنه كتيره، فبالتالي هيكش. فجبت بقى صاجة الفرن وصاج وصواني، وبقيت ايه الشيبسي فوق على البوتاجاز، وبايدك بقى فوق وتحت جوه الفرن وعلى البوتاجاز من فوق. طبعا اول ما ياخد لون هنبتدي نقلبه على الناحيه التانية. وبما اني بقى حاطه دهن جوه فدهنت زيت بس من بره، وطبعا هو نزل دهون. فالارغفه الجديده اللي كنت بحطها لما بشيل الاستوت كنت بحطها على الدهون اللي موجوده اصلا في الصينيه، عشان ايه ما يبقاش الدنيا مليانه دهون جامد. بصوا اللون والجمال، طبعا الصاج فوق وبقيه الصواني تحت. احلى حواوشي مصري بالخلطه البسيطه الجباره. خلاص، واهم حاجه نفسك يا ست الكل. تسلم ايدك وتسلم عمايلك. الشيبسي بقى بصوا جماله لما تنقع شويه بالملح والخل بيبقى تحفه وكانه جاهز بالظبط. وادي الحواوشي بتاعك، واهم حاجه التسويه بتاعتك تكوني عينك عليه وتقلبي على طول. والله يا جماعه تحفه. عارفه ما حدش كله غير لما قال الله ايه الجمال ده. حبايب قلبي، متابعتكم شرف ليا. ما تنسيش لايك وشير ومتابعه للصفحه يوصلك كل جديد. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم.